مساء الخير. الملف التاني مع الراوي بعنوان ليلة في فندق على الطريق. بيتكلم عن واحدة اسمها رانيا عندها 23 سنة، بتشتغل مراسلة في قناة إخبارية. في يوم اتطلب منها إنها تسافر قرية في صعيد مصر عشان تغطي خبر مهم هناك، ولأنها محتاجة تثبت نفسها في الشغل ومحتاجة للشغل بتاعها. رانيا سافرت فعلا بالقطر وغطت الخبر المطلوب منها، اللي كان بالمناسبة عن راجل قتل ولاده الأربعة ومراته وبعدين انتحر في ظروف غامضة. رانيا لما وصلت القرية خدت تاكسي وتوجهت لمكان الجريمة، اللي كان مليان بوليس ومعمل جنائي، وما كانش سهل أبدا إن هي تخلص التقرير المطلوب منها. بس هي حاولت على قد ما تقدر تاخد كام صورة للمكان وتعمل كام حوار مع ناس من اللي كانوا يعرفوا المجني عليهم، اللي أكدوا إن في الفترة الأخيرة الراجل رب الأسرة اللي قتل ولاده وقتل مراته كانت تصرفاته بقت غريبة بعد ما كان بيتفاعل مع أهل القرية وبيقعد معاهم وبيزورهم في المناسبات. فجأة بقى منعزل وغريب، وبقوا بيشوفوه ماشي بالليل في القرية لوحده وبيكلم نفسه كأن في حد قدامه. طول الوقت ده وهي شغالة على التقرير كانت حاسة دايما إن هي مخنوقة ومش عارفة تاخد نفسها كويس، وده بالظبط اللي قالته لصاحبتها نانسي وهي بتكلمها في التليفون وبتحكي لها عن الخبر اللي هي بتغطيه. وكان رد نانسي إن ده عادي من طبيعة الخبر ومن الجريمة اللي هي بتشوفها. وسألتها قالت لها هو انت هتيجي دلوقتي؟ قالت لها اه، انا هركب تاكسي واروح المحطة علشان ارجع في القطر بتاع بالليل. وقالت لها تمام، لما تركبي بيطمنيني عليكي وكلميني عشان نقعد نرغي مع بعض في الطريق. قفلوا المكالمة ورانيا ركبت فعلا تاكسي وراحت في طريق المحطة. سواق التاكسي وهو سايق فجأة قال لها شكلك مش من هنا. قالت له فعلا انا جاي من القاهرة اغطي الخبر بتاع الراجل اللي قتل عياله. السواق فرمل فجأة العربية وقال لها ايه، انزلي من العربية حالا. قالت له في ايه؟ قال لها بصي يا ست الله يكرمك، انا عندي عيال عايزه اربيهم، انزلي. قالت له انا عملت لك ايه؟ قال لها ما عملتيش حاجه، بس رحت لهم برجلك لمكانهم. اتحملي انت بقى اللي هيحصل لك، انا ماليش دعوه بيهم طول عمري، انا عندي عيال عايزه اربيهم. هي من صدمتها ما عرفتش تكمل كلامها ونزلت وفضلت واقفه في الطريق اللي كانت الاضاءه فيه مش احسن حاجه تحاول توقف اي عربيه تانية، لحد ما لقت تاكسي جاي عليه تراب كتير وشكله قديم جدا، وقف لها حتى من قبل ما تشاور له. السواق كان ساكت خالص طول الطريق، ما قالش ولا كلمة، وهي كانت خايفة منه وساكتة خالص، الضلمة نازلة على وشه مدرياه، وسايق تحس كأنه تمثال مش بيتحرك من مكانه. وصلوا المحطة وهي بتقوله حسابك كام، قالها اللي تجيبيه. بتديله الفلوس لقت دم ناشف على ايده وتراب كتير قوي زي التراب اللي مغطي عربيته. رانيا اديته الفلوس بسرعة ونزلت جري من العربية وهو اتحرك بعدها. بعدين رانيا اكتشفت حاجة غريبة، ان هي اصلا ما قالتلوش ان هي رايحة المحطة. هو عرف ازاي؟ السواق كان خلاص مشي وهي قررت انها تروح بسرعة عشان تلحق القطر اللي للأسف كان اتحرك لما وصلت على المحطة. وقفت مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تفكر، مش عارفة تروح فين. بعدها راحت شباك التذاكر تسأل القطر الجاي للقاهرة هيتحرك امتى، واتصدمت لما عرفت انه هيكون تاني يوم. حجزت تذكرة وخرجت من المحطة تدور على أي فندق قريب تقضي فيه الليلة، وفعلا لقت فندق صغير على أول الطريق مناسب للفلوس اللي معاها. أول ما دخلت الفندق حست إنها مش مرتاحة من أول موظف الاستقبال اللي رمالها المفتاح بقرف، وكان شكله غريب وهدومه مطربة بشكل غريب جدا. تقريبا مفيش غيره في الفندق، ولا عاملين ولا حتى نزلاء. المهم هي وصلت أوضتها ولقيتها برضه مطربة بشكل غريب. قالت يمكن عشان مفيش نزلاء في المكان فعشان كده الأوضة مقفولة بقالها فترة. قعدت ترتاح وتاكل سندوتشات كانت جايباها معاها للطريق. بعدين اتصلت بصاحبتها نانسي وحكت لها ان القطر فات. قعدوا يرغوا شوية، بعدين رانيا حست بحركة غريبة بره الأوضة، وكان الوقت حوالي الساعة 3 الصبح، فمش طبيعي أبدا إن يبقى في حركة دلوقتي. راحت تبص من العين السحرية اللي في الباب ونانسي معاها على الموبايل. أول ما بصت لقت حاجة مرعبة جدا، لقت عين بتبص عليها لازقة في العين السحرية من الناحية التانية. صرخت، وقع منها التليفون من الخضة. بعدين نانسي قعدت تقولها في ايه يا رانيا، انت كويسة؟ اتملكت نفسها بالعافية ومسكت الموبايل وهي بتترعش. قالت لها في حد لازق وشه في العين السحرية من بره الأوضة، أنا خايفة قوي. نانسي قالت لها اتصلي بالريسبشن وقولي لهم حالا. جريت على تليفون الأوضة تتصل، بس كل اللي سمعته كان خروشة، مفيش أي صوت غير صوت جاي من بعيد قوي وسط الخروشة. مش عارفة تترجم هو بيقول ايه. نانسي قالت لها تشجعي وبصي تاني، لما تبصي احتمال تلاقيه مشي. بس لما بصت لقت نفس المنظر، نفس العين لازقة في الباب، مفيش أي حركة، مفيش أي حاجة غيرها باينة. رانيا خافت أكتر، راحت جريت على السرير، نزلت تحت الغطا ومعاها نانسي على الموبايل بتحاول تطمنها.
قالت لها ما تخافيش، انت خايفة من ايه؟ فجأة صوت نانسي اتغير خالص وقال لها مش انت اللي جيتلنا برجلك؟ انت هنا في قرية الجن. رانيا انهارت. حتى صوت نانسي اللي كان بيطمنها اتحول. حست انها اتحبست. الباب عليه حد مرعب، مش عارفة تفتحه وتهرب، وتليفون الأوضة مش عارفة تسمع منه حاجة. حتى نانسي صوتها اتغير وعمال يقول لها طلاسم وتعاويذ مرعبة. حاولت تقفل السكة بس مفيش، الموبايل مش بيستجيب لأي حاجة. رانيا فكرت تبص من البلكونة بتاعة الأوضة بتاعتها، يمكن تلاقي أي حد يساعدها. كانت الصدمة، الطريق كله اللي قدام الأوضة مليان بنات شعرها أسود طويل، لابسين أسود، واقفين حافيين بشكل مرعب، مالين الطريق لآخر نظرها. رانيا كده محبوسة ومتحصرة من كل مكان، مش عارفة تعمل ايه. قالت تجرب تاني تليفون الأوضة. المرة دي التليفون ما كانش فيه أي خروشة، ورن فعلا وحد رد عليه. رانيا: ألو؟ ألو؟ اللي رد عليها كان صوته هادي جدا. أيوة. قالت له أنا في الأوضة 209. قال لها تمام، أساعدك ازاي؟ قالت له في حد واقف بره على الباب، أنا محبوسة ومش عارفة أعمل ايه. فجأة الصوت اتغير وقال لها بنفس الصوت اللي كان بيكلمها على الموبايل وهو بيزعق: افتحي الباب، انت فاكرة ان ده هيحميكي؟ انا حواليك انا وبناتي في كل مكان. افتحي افتحي. رانيا انهارت ورمت التليفون وجريت على السرير. فجأة لقت الصوت خارج من موبايلها. افتحي يا رانيا، انت جيتلنا. افتحي. رانيا حاولت تقفل الموبايل أو تقفل صوته بس مفيش فايدة. قعدت على أرض الأوضة وحطت إيدها على ودنها عشان ما تسمعش. بعدين عدى وقت ما تعرفش هو قد إيه، بعدها حست إن الصوت وقف. شالت إيدها من على ودنها، لقت فعلا مفيش صوت. راحت تبص من العين السحرية، ملقتش حد. هنا قررت إنها لازم تهرب من كل حاجة، دي فرصتها الوحيدة. خدت شنطتها والموبايل بتاعها، فتحت الباب بالراحة. لما ملقتش حد اتحركت بسرعة في الطرقة الطويلة اللي كان في آخرها أوضتها. ولما وصلت للسلم اللي كان في أول الممر، لسه نازلة عليه وحاسة إنها هربت خلاص، لقيت واحد طويل إيده ورجله طوال قوي، لابس حاجة سودة، وشه مليان تراب ومش باين له أي ملامح، جاي بيجري ناحيتها بسرعة رهيبة. لفت وجريت ناحية أوضتها، وهو بدأ يجري على إيده ورجله بسرعة فظيعة وراها، لحد ما لقت نفسها في آخر لحظة وصلت الأوضة. لحقت نفسها وقفلت الباب في آخر ثانية وهو بينط ناحيتها عشان يهجم عليها. رانيا انهارت وحست إن مفيش هروب. قررت إنها تفضل قافلة على نفسها لحد الصبح، أكيد الوضع هيبقى أحسن. بعد وقت طويل ما تعرفش برضه هو قد إيه، بصت في الساعة، كانت الصدمة. الساعة ثابتة، الساعة لسه 3 الصبح ما اتحركتش. معقول؟ يعني ايه؟ يعني انا خلاص كده اتحبست؟ الوقت ما بيمرش. بره في كيان غريب مستنيني على الباب. تحت الدنيا مليانة ناس او جن شكلهم غريب. اعمل ايه؟ اروح فين؟ فجأة لقيت سقف الأوضة بينزل تراب كتير قوي بشكل غريب، كأنها بتشتي تراب. ولقيت حشرات شبه العناكب نازلة منه، بس حجمها عملاق. هنا رانيا عرفت انها لازم تتحرك من الأوضة. فتحت الباب وخرجت جري. ما كانش في حد بره المرة دي، بس شافت اللي كان بيجري وراها وهو واقف في أول الممر عند السلم تاني. هنا قررت إن هي تدخل أول أوضة تلاقيها مفتوحة قدامها، وأول ما دخلت قفلت عليها الباب وحست إن هي نفدت على الأقل مؤقتا. بعد كده دخلت الأوضة علشان تستكشف فيها. الأوضة اللي كانت الإضاءة فيها خفيفة جدا، كانت عبارة عن أباجورة واحدة تقريبا. دخلت رانيا بالراحة تبص وتستكشف فيه ايه في الأوضة. لما دخلت لقت منظر مرعب لأقصى الدرجات. لقيت واحد على السرير مذبوح من رقبته، عينه الاتنين مفقوعين، ومغطي باقي جسمه ملاية بيضة غرقانة دم، وفي دود خارج من بقه بياكل في جسمه. وهي جاية ترجع لورا وتجري من الأوضة، سمعت صوت ضحكة مرعبة جاية من الحمام. لقت جثة تانية خارجة من الحمام، مغطية نفسها بملاية كلها دم وجاية ناحيتها. والراجل اللي كان ميت على السرير قام برضه وجاي ناحيتها. تاني يوم الشرطة كانت في الفندق، لقوا رانيا ميتة في الأوضة الأخيرة اللي كانت فيها، مدبوحة من رقبتها بنفس الطريقة اللي الراجل قتل بيها عياله قبل ما يموت نفسه. ومفيش سلاح جريمة ومفيش أي بصمات. وريسبشن الأوتيل بيقول إن مكانش فيه أي حد في الفندق، حتى رانيا هو ما شافهاش وهي داخلة الفندق. ومن ساعتها أي حد معدي من الطريق ده بالليل بيشوف جثة رانيا واقفة في الضلمة. ساعات بتبقى على الطريق، وساعات واقفة في بلكونة أوضتها، وساعات على سطح الفندق. وناس بتشوفها بالليل في نفس ميعاد القطر في المحطة، كل يوم في نفس الميعاد. امبارح رانيا كانت صحفية رايحة تغطي خبر جريمة قتل، والنهاردة بقت شبح الناس بتشوفه وبتخاف منه.
النهاردة احنا بنسمع القصة مع بعض، بكرة محدش عارف هنكون فين. إلى لقاء قريب مع ملف جديد مع الراوي.